والآن يا دكتور مع آخر امتحان في كتاب المعاصر، الامتحان رقم 10. بيقول لك لو كمية الأكسجين اللي دايب في لتر مية من نهر تساوي 10 مللي جرام، طب الكمية اللي هتدوب في 1 لتر في مية محيط. بص، دي كانت مية فريش، دي مية صلتي. فاكر الأكسجين لما بيجي ننقله من المية العذبة للمالحة ذوبانه بيقل، لأن الملح كتير في المية مش مخلي الأكسجين يدوب، فكان الذوبان بيقل الربع. يعني لو في كمية دايبة في ميه عذبه هتحطها في ميه مالحه هيدوب 3 ارباعها والربع هيقل. طب ال10 هيدوب 3 ارباعها، ال10 3 ارباعها كام؟ 7.5 وهيقل الربع. ربع ال10 2.5، ده مش هيدوب، قللنا ذوبان الربع، فبدل ما دايب 10 نشيل 2.5 يتفضل 7.5 دايبين. طب اللي بعده سهير ويموف عن سطح الارض، ايه اللي هيحصل؟ كل ما اطلع عن سطح الارض الضغط هيقل، لان خلاص تحت الهواء كله ضاغط، فوق الضغط قل، ونسبة الاكسجين الدايبة يا دكتور ما هو بيقول لك كل ما اطلع up to surface of the sea، كل ما اطلع من قاع البحر لفوق، كل ما اطلع لفوق الضغط بيقل وكمية الاكسجين بتزيد، لان هو بيتكلم على بحر، ففي البحر الاكسجين بيبقى دايب فوق مش في الاعماق. ماشي. طب اللي بعده بيقول لك الريشيو اوف الالتيتيود at which the airplane flying and experience. ماشي. بيقول لك يا صديقي لو احنا عندنا طيارة بتطير في هذا الضغط او معرضة لهذا الضغط، وطيارة تانية بتطير في هذا الضغط، قول لي الارتفاع بتاعهم، مين على ارتفاع اعلى؟ طبعا يا دكتور كل ما ابقى تحت يبقى الضغط عالي عليا، كل ما اطلع فوق كمية الهواء اللي بتضغط بتقل، فلما يكون الضغط عالي اعلى يبقى انا في ارتفاع قوي قوي قوي، ولا تحت قوي، لا، كل ما يكون الضغط عالي يبقى انا تحت، فالهواء كله بيضغط عليا. انما لما اطلع فوق يبقى الضغط اقل. حد كده عنده اعتراض؟ فكده كاني بقسم ارتفاع قليل على ارتفاع كبير، رقم صغير على رقم كبير، فالريشيو اقل من 1. طب اللي بعده بيقول لك البيئه عباره عن سيستم بيتكون من فيزيكال وكيميكال وبيولوجيكال اليمنت، فيها حاجات كتير قوي البيئه. طب الكومبريست بادي بتاع الايس فيش ده يعتبر ايه؟ استراكشرال ادابتيشن، حاجه في تركيب جسمها عشان تستحمل الضغط. طيب بيقول لك السبستريت والبروتكت مع الوقت ايه اللي بيحصل لهم؟ لما باجي اعمل تفاعل السبستريت الماده اللي الانزيم بيكسرها ويجيب منها بروتكت، فطبعا السبستريت مع الوقت لازم الاقيها بتقل والبروتكت بتتكون، يبقى دي العلاقه الصح، الاكل بيتكسر فبيطلع البروتكت. طب مين في الخاسات دي بيعمل تآكل للبلاستيك والرابر؟ طبعا خاس الاوزون لو كتر في التروبوسفير يعمل مشاكل. الفايبر فيش ازاي بتتأقلم مع نقص الاكسجين؟ ما عندهاش هيموجلوبين وبتاخد الاكسجين من الميه دايركت، عندها هيموجلوبين كتير. انت بتتكلم على الفايبر فيش، سوري انا كنت فاكرك بتتكلم على الايس فيش. الفايبر فيش عندها هيموجلوبين كتير قوي قوي قوي، والهيموجلوبين ده بيخلي اي اكسجين يخش يتسحب، عكسها بقى الفايبر فيش اللي بتتجمد. الفايبر فيش في الساقعه قوي فربنا مش عاملها بقى دوره دمويه وهيموجلوبين، هي بتتنفس اكسجين مباشره يخش على الخلايا بتاعتها. الفايبر عكس الايس، انا اسف. طب قول لي يا صديقي which of the following حجم الويف بتاعت الالترا فايلوت اللي بتكسر البونت بتاعت الاكسجين عشان اعمل الاوزون؟ فاكر لما الاكسجين يجي عليه الالترا فايلوت تكسره او واعمل اوزون، لازم يكون حجم الويف اقل من 240. اختار حاجه اقل من 240 اهي، عشان كل ما الويف تبقى صغيره يبقى طاقتها عاليه تعرف تكسر. طب اللي بعده نفترض ان في خاس اسمه اكس، ده موجود في كوكب الارض. قول لي يا صديقي تفتكر سرعته الحقيقيه كام؟ طبعا اي خاس هيعرف يجري بسرعه اعلى من 11.2 هيهرب، فلازم ده يكون سرعته اقل من 11.2 عشان يفضل موجود عند الارض وما يهربش والجاذبيه مأثره فيه. طب قول لي مين في دول بيعبر عن شكل الميه؟ طبعا هو ده، لازم تكون الزاويه 104.5، اوعى تنساها، ما ينفعش تكون الزاويه قليله ولا 90 ولا 180. طب مين في دول يا دكتور ليه دور مهم في انتاج الطاقه في الخليه؟ عشان اجيب طاقه محتاج اكسجين، ليه؟ لان الاكسجين ده بتاع السيلولار ريسبيريشن، بستخدمه في عمليه الحرق، كان غاز اكتف. طب مين في دول ليس من وظائف الساتلايت؟ طبعا الساتلايت يا جماعه هل بستخدمها عشان اشيل الحاجات اللي بتلوث الهواء؟ لا، بس الساتلايت بتقيس الخاسات اللي بتعمل احتباس حراري،
بتشوف ثقب الاوزون وصل لفين، تتوقع السحب واتجاهات الرياح وشكل الرياح، بس مش بتشيل الخسات يعني الساتلايت. اخر موضوع في المنهج الموضوع ده بتاع الساتلايت مهم قوي. طب لما حبه ملح يدوبوا في الميه، الفيبر بريشر هيحصل له ايه؟ طبعا ملح تاب في الميه مسك فيها، فالميه مش هتعرف تتبخر، يبقى الفيبر بريشر هيقل. طب اللي بعده بيقول لك معانا سائل حاطينه فيه طوبه وماسكينها بحبل، ده الرسمه. فبيقول لك وات كان ريديوس البريشر على الطوبه، ايه اللي ممكن ما يخليش يبقى فيه ضغط عالي على الطوبه؟ احط ملح؟ لا، لو حطيت ملح يبقى انا كده بسوي التنستي، فالميه هتبقى اتقل هتزود الضغط. ارفع الطوبه لفوق، لو طلعت الطوبه لفوق كميه الميه اللي ضغط عليها هتقل فيقل الضغط. انما لو حركتها لتحت ما انا كده هزود الضغط. انقلها بالعرض هوريزونتال، ما هي لو بتروح وتيجي في نفس المستوى يبقى عليها نفس الضغط، ارفعها لفوق يقل الضغط عليها. طب كميه بيور ميه الفوليوم بتاعها 20 عند حراره 4، قول لي الماس. طبعا الماس التنستي بتاعت الميه بواحد. طب التنستي بتساوي الماس على الفوليوم هو بيقول لك ب 20، يبقى الماس كام على 20 يساوي 1؟ اكيد 20 على 20 يساوي 1. طب which of the following من النتائج المباشره لزياده الاسمده الصراعيه في الميه اللي احنا بنروي بيها الزرع؟ طبعا احنا يا دكتور لو زودنا اسمده كتير قوي 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 بصوره مبالغ فيها، يعني حطينا اسمده كتير فالنباتات هتكتر قوي. طب لما النباتات هتكتر هيحصل الكال بلومينج، النباتات هتكتر بزياده مبالغ فيها، فالنباتات تخطي وش الميه، النور مش هيوصل لتحت والسمك هيموت. فما ينفعش احط اسمده صراعيه بكميه مهوله. طب قول لي الريشيو ما بين نمبر اوف الهيدروكسيد جروب في امونيوم كلورايد ده اسيد. طب الامونيوم باي كربونات ده نيوترال. فالاو اتش في الاسيد بتبقى قليله قوي قوي قوي، الاو اتش بتبقى كتيره في البيس، في النيوترال هتكتر سنه. فلو قسمت رقم صغير على رقم كبير هتطلع قيمه قليله. طب اللي بعده بيقول لك معاك 3 اشعاعات اكس وواي وزد ب3 ويف لينز، رتبهم لي على حسب الويف لينز. طبعا اللي بيخترق في الاخر ده بيبقى شعاع اعلى انرجي اقل ويف، واللي معرفش ينزل خالص ده بيبقى اقل انرجي اكبر ويف، يبقى اكبر ويف اكس ثم واي ثم زد. اللي بعده بيقول لك مين ما يعتبرش من الاهميه بتاعت الفوركاستنج لتغيرات المناخ، اللي بنعمل متابعه للمناخ. هل عشان اتنبأ بالامراض اللي ممكن تيجي من تلوث الهواء؟ طبعا فيها اهميه. احمي الكائنات اللي ممكن تموت من الحراره، دي اهميه. ابدا اشوف طرق زراعه مناسبه على حسب المناخ، دي اهميه. اخير شكل المطر، انا بحاول احمي نفسي من تغيير شكل المطر، يعني المطره تبقى هاديه مش تتخير وتبقى فيضانات بقى وميه ما بتقفش. احنا المفروض بنعمل فوركاست عشان نتنبأ شكل المطر هيبقى عامل ازاي، بس انا مش هعمل فوركاست عشان اغير شكل المطره، دي بتاعت ربنا يا معلم الامطار دي. طب قول لي بقى، لو معانا كميه ميه الماس بتاعتها اهي اكتسبت كميه حراره معينه، فالتمبريتشر بتاعتها اتي الدلتا تي ساتت 60 درجه. بعد كده الميه اكتسبت حبه حراره تانية عشان تتحول لفيبر. طبعا الحراره اللي الميه بتكتسبها عشان تتحول لفيبر اسمها لاتنت هيت. قول لي السبيسيفيك هيت بتاعت الميه. طبعا سهله، احنا عارفين يا جماعه السبيسيفيك هيت بتطلع من القانون بتاع كيو بتساوي ام سي دلتا تي. هو عايز السي اللي هي السبيسيفيك هيت، مديك الكيو طبعا مديها لي، مديني الماس طبعا مديها لي بس هقسم على 1000 عشان اجيبها بالكيلو، والدلتا تي 60 درجه مديها لي فهحسب السي بسهوله. طب اللاتنت هيت هي دي اللاتنت هيت يا معلم، الانرجي اللي الميه بتاخدها عشان تتبخر. طب قول لي ليه الوود فروك بتحط في جسمها جلوكوز كتير وقت الساعه؟ فاكر الضفدعه لما بتيجي تتكمد بتخاف ان الخلايا تتكمد، جسمها بيقف، بس لو سيبنا الميه اللي في الخلايا تتكمد هتموت، فكانت بتحط الجلوكوز اس انتي فيريس ضد التكمد، بيمنع تكوين ايس كريستال، يعني يمنع تكوين تلج انسايد السيل. اوكي كده يا دكتور، واحنا كده خلصنا حل هذا الامتحان.